طمني عنك. الحمد لله والله تمام. اخبارك؟ الحمد لله. كيف المدام والله المدام الحمد لله مشكرة ماشي الامور يعني ماشي الحال يعني. علي صار في خلاف بينه وبين ابوه الشاعر المعروف حسني زعيتر، الاستاذ حسني زعيتر من لبنان وهو معروف بلبنان. كانت العلاقة كتير عظيمة بين العائلة كلها، افراد العائلة هم 6 ابناء والاب والام. انما علي أحب فتاة يبدو أنه والده والوالدة ما كانوا راضيين عنها، مش حابين أنه يتزوجها، ولكن علي تزوجها رغم إرادة الأب، رغم ممانعته. فغضب الأب، غضب، ما عاد حكي مع علي، قاطعه لعلي. وعلي صار أب، صار يعرف شو معنى الأبوة، شو معنى مشاعر الأب تجاه أبنائه. قرر يجي على هالبرنامج حتى يطلب السماح من الوالد، لأنه 2 سنين هو يحاول أنه يصالحه والوالد رافض. فإن شاء الله علي نقدر نرقق له قلبه للوالد شوي، وما بعتقد أنه في أب هالقد بيغضب على بيه. إن شاء الله يا رب، أنا بتمنى هالشيء. ايه. أنا عشان هيك جيت لعندك، وأنا يعني عندي أمل كبير إن شاء الله، أمل يعني إن شاء الله يعني أكثر من أنه يعني أكثر من تصوري إن شاء الله، بإذن الله هيك على يديتك أستاذ جورج، على يديت هالبرنامج الكريم إن شاء الله. مسامح كريم هيك يسامحني ويرضى علي. شو بدك تقول له؟ قل له يعني مثلا حضر حالك من هلا، قل لي شو بدك تقول له. بيي يمكن أنا غلطت، يمكن أنت مش موافق، يمكن أنت أخذت هيك بعد للقصة، بعد عائلي، بعد عشائري قيم، يعني كونه أنت صاحب مركز بالمجتمع عندك، بالأدب وبالثقافة، شاعر كبير، شاعر كبير، كلمتك ما بتصير 2 حتى بالعائلة عنا. طيب وزوجتك من وين؟ زوجتي من سلطنة عمان، من الخليج. من عمان هي؟ أيوة. عمانية أصلا، عمان، من عمان؟ أيوة صحيح. وين تعرفت عليها؟ هي أساس المشكلة. ايه. أساس المشكلة هي أصل المعرفة. ايه كيف؟ أنا تعرفت عليها على الإنترنت، على الفيسبوك، على مركز التواصل الاجتماعي. فأنا كسرت هالتقاليد كلها وهالعرف كلها. حبيتها لهالبنت؟ أكيد، أنا أكيد حبيتها وبعدني بحبها وبعشقها، ولأنه حقيقة أنه أثبتت لي أنه هي بتنحب، هي عن جد أصل الحب اللي يعني. وانا بتمنى من اهلي هلا، بتمنى من والدي. طيب هلا بتمنى له، بس قل لي شغله، هن قبل ما تعرفوا عليها؟ لا. وبعد الى الان ما تعرفوا عليها؟ انا وقت تعرفت عليها، بتعرف 1.5 سنة انا وياها على التواصل وهيك، لمست منها انه الصدق، لمست الاخلاص. يعني مش مساله بس انه احكي معه وتحكي معي او شيء، لا، لمست منها حسيا، يعني لو ما كانت بعيده عني بس كانت بقلبي طول الوقت، لمست منها الصدق. هو اهم شيء الصدق. بتعرف شو عندكم اولاد هلا؟ أنا عندي صبي عمره 6 أشهر. صبي 6 أشهر صحيح. شو سميته؟ أنا سميته حسين. حسين صحيح. كل هالغرام كله ما كنتوا شايفين بعض شخصيا؟ شخصيا لا، ولا بس على الانترنت؟ أيوة، كان أول لقاء هو لقاء الزواج بيناتنا بلبنان، هو أول لقاء. كيف؟ ما معقول. قلت لها أنا واثقة فيه، يعني في ثقة، يعني هاي الثقة أصل كل شيء، كمان مع الصدق والإخلاص وإلى ما هنالك. فقلت لها ليك، هي بفويات جامعة، يعني سكن طالبات، في مسافة 4 ساعات ونص بين كلية الطب عندهم وبين منطقتهم هم. نعم. فأنا استخدمت هالفرصة هيدي، إنه طيب أنا عندي حل. قلت شو هو؟ قلت لها بتعملي، أنا رح أعمل شغلة معك، ببعث لك من هون حق التيكت والفيزا وإلى ما هنالك، نهار اللي لازم تنتقل من الكلية على البيت، راحت على الطيارة. أنا راحت على الطيارة، كنت قطع التيكت، كانت قطع. وحضرتك ناطرة بمطار بيروت؟ كنت أنا ناطرة بمطار بيروت. وصلت وجيت. ما تفاجأت؟ لا، لأنه أنا كنت واثق فيها أنها رح تيجي. طيب. وإجت الحمد لله. أول شغلة عملتها إنه خبرت أهلي، الماما، إخواتي الشباب، إخواتي البنات، إنه هذا حقق شيء، إنه انبسطوا لي. إيه. بس والدي هون وقعت المشكلة مع والدي. شو هالحكي انه ابنه هيك يجي؟ قال شو؟ قال اكيد بلشت ماما واخواتي هيك يقنعوه شوي انه هي جاي زيارة يومين وكذا. طب اهلا؟ قال ايه، مع علم اهلا اول كم يوم شافها
اول 3 ايام شافها قاعده وقت جبتها على البيت؟ ايه. قال طيب اهلا وسهلا فيك، من بعد ما تحجز ما حجزتي اوتيل كذا؟ قال لا انا علي، لانه بثقتي بعلي هو قال لي انه بتيجي لهون انا بستضيفك ببيتي وهيك ولا بينما استضفتها بالبيت؟ ايوه. اوف. بس هلا بيك هلا تجوزت انت وياه. ايوه. بيك ما تقبل هالشيء نهائيا 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 وقاطعك وغضب عليك كتير. ولا بيحكيك ولا بتشوفه ولا بيقبل. طيب هلا كيف بدنا نعمل نحن وياه؟ يعني هذا هو انا بس ناوي اقول له لبيي. هلا بنشوف شو بدك تقول له، فكر بدك تقول له ايه. نحن بعتنا الدعوه للوالد، خلينا نشوف اذا تسلم الدعوه. نحن هلا وصلنا على منطقة المريجة، رح نروح لعند حسني زعيتر كرمال نعطيه الدعوة. نحن هلا وصلنا لعند حسني زعيتر وطالعين نعطيه الدعوة. مرحبا. حسني زعيتر؟ نعم. حضرتك معروف باسم ابو محمد ما هيك؟ نعم أنا أبو محمد. وبتكتب الشعر. نعم أنا شيخ. الاستاذ جورج قرداحي حابب يدعيك على البرنامج لعنده، شو رايك؟ الأستاذ جورج زلمة كثير محبوب لدينا وبيشرفنا إنه نتقبل دعوته. تفضل، هالدعوة لإلك. نحن رح ننتظر حضرتك بالبرنامج وفريق الإعداد رح يرجع يتصل فيك كرمال يعطيك كل التفاصيل. ميرسي. اهلا بشيخ ال زعيتر. هلا ابو محمد، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل 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 تفضل. وانت كمان عزيز علينا وغالي. الله يخلينا اياك. يا اهلا وسهلا فيك. تأهيل. والامور كلها بخير؟ كلها بخير. كيف الشعر معك؟ في شي دواوين جديده؟ كله ايه نعم. بتريد هيك شيء قليل؟ يا ريت والله، يا ريت يا ريت، خليك قاعد بس. بس عملتها على الطريقة الصوفية. حلو. ايه تفضل. عشقت عذراء والقلب أمسى متيما حائرا ما بين الحارسان مصداحا. أحدو للضحى وقد غدا طاويا من العمر 6 عقود صحاحا. اوه ما شاء الله. أشيد بالزهرين زوالا وعصرا وبشرى الآصال للغروب رواحا. الغروب التي يغرب ولا يعود، ولكن الغروب له كرة. نعم حلو. فيا سرمد الليل لكأت بك سادلا أبكي الدهر سحرا حزنا ونواحا. رأف الليل لحالي فبكى مواسيا وإذا بالدجى ينيره مصباحا. حلو 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 حلو. يسلم يسلم تمك، يسلم تمك يا ابو محمد. الله يخلينا اياك. ابو محمد، الحقيقه هذا البرنامج مش برنامج شعر. نعم. بس انت اتحفتنا الله يخليك بهذه القصيده الجميله. الله يخلينا اياك. هذا البرنامج برنامج يعني تطغى عليه العاطفه اكثر. وانا مش صاحب الدعوه، صاحب الدعوه اكيد شخص بتعرفه. ان شاء الله. ومن خلالي انا دعاك الى هذا البرنامج، انت ضيفي، بس صاحب الدعوة إنسان آخر. تحب تعرف مين؟ إن شاء الله. طلع بهالشاشة لنشوف. لا حول ولا قوة. أزعجتك شيء ما بأسر. لا تواخذني، بس خلينا سوا. بعت لك رسالة قبل ما يحكي ولا كلمة، بعت لك رسالة معي بدي اقرا لك اياها. الله يخلينا. ولغته العربية يبدو اخذها من والده. الله يخلينا. يعني كتبها وطبعها
بيقول لك: أبي الحبيب، اشتقت إليك يا أبي، يا أغلى ما في حياتي، حتى لو لم تكن تشعر بذلك فأنت فعلا أغلى ما في حياتي أيها الحبيب. الله يخلينا. هناك أشياء لا يكون بمقدورنا أن نتحكم بها، ولعلك تعرف ذلك أكثر مني، ومن هذه الأشياء قلوبنا. فأنا يا أبي أحببت ومشيت وراء قلبي، وتزوجت على سنة الله ورسوله، ولم أفعل شيئا حراما، وكنت أود لو أنك وافقت على زواجي، لكنك للأسف لم توافق. يا أبي الحبيب، أنا أعرف أنني أخطأت بمعارضتي لك، لكنه قلبي يا أبي الذي لم يكن يرضيك أبدا أن يكسر أو يموت، وها أنا تزوجت وأنجبت حفيدك الذي أتمنى أن يتربى في حضنك. أبي الغالي، أنا آسف على زواجي دون رغبتك، لكن الآن هناك طفل وهناك زوجة، حين ستتعرف عليها عن قرب ستحبها وكأنها ابنتك، وهناك ابنك الذي يحدثك الآن والذي لا يريد أن يموت أو يحدث له مكروه وأنت غاضب عليه. عفى الله عما سلف يا أبي، ولنبدأ صفحة جديدة بأن أقبل يدك وقدمك لو أردت، لتعرف كم أنك غال عندي. الله يخلينا. الاعتذار إليك وطلب رضاك حتى لو كان ذلك على التلفزيون. أنا آسف يا أبي، ولتأخذني في حضنك ولنعد للعيش سويا كما كنا، ولتساعدني في تربية حفيدك الذي أريد أن يكون معك دائما وأن يكون مثلك، والمسامح كريم. الله يخلينا إياك يا أستاذ جورج. والله أنا مش ضد إنه ابني يتزوج من اللي بيحبها واللي هي بتحبه. أنا كل اللي خلاني يعني أنفر منه، أولا هو كان المستشار تبعي بكل شيء، إذا بالنسبة لأخته أي مشروع فهو المستشار، وأنا ربيتهم على طريقة بيعتهم عن كل شيء عشائري أبدا. أخذت من العشير اللي هو صالح ولبست الآخر كله. نعم. هاي كانت النتيجة. أيوة. لا، فهوني أنا ولا ضد العلم ولا ضد العلم، أنا مؤيد للعلم طبعا، ولكن العلم مثلا أعطانا، إذا هذه الامرأة اللي هلا صارت زوجته وصارت كنتي لا محال، كنتك صارت. أيوة. لا محال. بينما مثلا هيدي هل والدها كمان وافق؟ هل مثلا نحن خاصة الشعب العربي كليته لو مهما انه يتغير بالعادات ما بيروح 10% او 20%. صحيح. بالنسبة له لعاداتنا كلنا بنتلاقى سوا. طيب انا ما برضى بنتي تتزوج بهيدي الطريقة. طيب واهلها طبعا بيكونوا ما بيرضوا لهيدي الطريقة. فاذا لو كان مثلا صبر، من الممكن انه نسافر انا وياه لعندها بهذه طريقه الواتساب كذا، بيصير يعني هذا زواج بالكمبيوتر. هذا مره على الانترنت مسلسل خليجي من زمان. زواج بالكمبيوتر. فالزواج بالكمبيوتر يعني انا ضد الطريقه. نعم بعرف الطريقه. فهذا اللي فاجأني انه اللي انا مثلا زرعت المبادئ فيه. هلا مش قلت لك يعني ما هي المبادئ ولاني انا من الناس اللي لازم طيلعهم مثلي. يعني كله كان الامر شوره من وقت اللي كانوا بال 14 12، يعني عندما وعوا وصار برافو عليك. شو بدي. فكان الامر نعم الاب ونعم التربيه والله. ايوه. فاذا وهو اللي اكثر شيء انا منه لاجل وعيه وطريقه. يا سيدي هيدي عرفناها، بس يا ابو محمد هي صارت من الماضي. مزبوط. هلا اجى علي
بده يقول لك كلمتين خلينا نسمعهم. علي شو كنت عم تقول لي قبل؟ شو بدك تقول له الوالد؟ شو؟ انا غلطت. ما في واحد لما بيغلط، يمكن غلطت بالمبدا، ايه صحيح صرفت، كان الشاور الاول والقرار الاول بايدي انا. يمكن طلعت عنك بهالامر هيدا، بس انا بتمنى انك تسامحني يا بي، بتمنى، لانه انا والله العظيم يعني حتى من خبروك انا كل شيء كان شرعي، يعني ما عملت شيء غلط. مثل ما انت ربيتني انا عملت، ما صرفت والله العظيم، حتى ما نظرت لأميرة مرتي، ما نظرت لها نظرة حرام، بدون ما، كله كان مثل ما أنت ربيتني، كله بالشاور، كله قبل، كله رسمي، كله شرعي. أنا ما لمسها، حتى ما سلمت عليها بالإيد قبل ما حتى أكتب الكتاب عند المحكمة. يا بي أنا ما رحت جبت شيخ أو جبت زواج عرفي أو شيء. أنا رحت على المحكمة العليا، المحكمة الشرعية العليا، يعني حتى تكون أنت رضيان علي، حتى ما تغضب هالغضب رباني علي، وأنت بتعرف غضبك غضب الأب من غضب الرب. فأنا بدي إياك تسامحني من كل قلبك، بدي إياك نرجع مثل الأول، نرجع وقت كنا نروح نصيد، نروح ننبسط، نروح على البقاع، نروح بين ربعنا، على الأفراح سوا، على كل شيء سوا. ارجع أنا مستشارك الشخصي، ارجع أنا ابنك اللي بتحبني، لأنه أنا بالفعل ندمان. ما في واحد الا ما بيندم، ما في واحد الا ما بيتخذ قرار من راسه يوصل لمرحله بيعرف شو هو قيمه اهله، قيمه بيه، قيمه امه حتى. فانا هلا صرت اب بابي مثل ما انت ربيتني، انا رح ربي ابني. يمكن انا يعني مش عارف شو بدي اقول لك، ما بدي كمان ابني يصير يعمل فيه مثل ما انا عملت فيك، عشان هيك انا جاي اعتذر لك من كل قلبي، بتمنى من كل قلبي انك تسامحني من كل قلبك. يعني انا ما خليت طريقه، وانت بتعرف، انت يمكن اخذها، يمكن انت قلت ترضى يمكن ترضاها انه كونه انا ابنك، بس انت عم بتفكر بانه بيت عمي وهيك. مش غلط انك تفكر فيهم، بس كمان فصالحني لنصالحهم، صالحني لنرجع نحط انا وياك سوا، برافو عليك، انا وياك سوا لعندهم. هلا اكيد اذا حضروا الحلقه رح يعرفوك انه انا مش بس انه يابا طرف واحد رضيان انك انت رضيان، خليني يعرفوا انه انت ما كنت رضيان علي. هلا جاي لصالحك، لروح حط ايدي بايدك ونروح لعند بيت عمي ونصلحهم سوا. ايدي لحالي ما بتكفي، لانه انا ما قادر اعمل شيء من دونك، من دون يعني هاي المرحله اللي انا مرقت فيها. الواحد بيوصل لمرحله لازم وجود الاب، لازم وجود الاهل. وانا هذا يعني مهما كبرت انا بضلني ابنك، بضلني بيقولوا لك كيف اولادك مش كيف شبابك او كيف. فانا مهما كبرت بضلني صغير بعينك، وانا بعرف هالشيء، بس بدي اياك انا احط ايدي بايدك، وانت الكبير وانت اللي بتقرر وانت كذا، وانا بدي اياك نروح كمان نتسامح. طيب. من بيت عمي. طيب. سامحني يا بي، امانه سامحني. ولا طيب علي، يعني اجى علي وقدام الملايين واجى يقول قدام اهل عمان واهل لبنان والعالم العربي كله، جاي يقول لك يا بي سامحني. صحيح انه خرج عن التقاليد شوي، بس بحبها لهالبنت، تزوجها على سنة الله ورسوله، وبعدين جابوا ولد وحابك انك تربي هالولد هذا اللي كسر لي. طيب بدك تسامحه؟ انت على الاستاذ جورج يعني وهالناس الطيبين، يعني يا ترى هلا مهما كون انا لا الانسان، كل انسان عاطفته يعني عاطفته ملكه يا ابو محمد. من رفع الجاهل، بس ما في شيء، نعم ما في شيء بيستاهل. رفع الجاهل اوادم ما هو منه. بس بدي اقول لك شيء، ما في شيء بيستاهل يعني، وخلاف والله مثل ما عم اقول لك، انا اللي اكثر شيء كسر لي انه كمان اهلها يا سيدي مثل ما قال ليك كلمته ذكيه، قال لك تتصالح انا وياك بالاول، بعدين بنشوف قصه اهلها بتعالجوها سوا. هلا حكيني بصراحه. نعم. انت بتصدق بحب على الانترنت والكمبيوتر؟ انا ما كنت صدق الا بس شفت علي. والله برافو، نجحت الصيغه هيدي. يعني هلا اتخذ العلم وسيله مثلا، اتخذ الحب العلم وسيله. هلا هو محروق ونحن عم نحكي، بدك تسامحه ولا لا؟ فقلنا بوجود الوجوه الطيبه بدي يعني لو مني انا يعني. لا سامحته على راسي. لا قل له سامحته على راسي. سامح، الله يسامحك يا بني. الله يخليني وياك، الله يخليني وياك، الله يكرمني عمك الزواج.
قلت ده مدري وين. كان بده يجيب لك الصبي معه بس قال راح جيب المرة. جيب المرة، جيب مرته. تفضلي تفضلي يا أميرة، تعي سلمي على عمك. اني شفت هذا. بعرف قال لي. تفضلي. أميرة أنت بعد ما حكيتي هلا لي هذا علي جنبك وهذا عمك جنبك، شو بدك تقولي للبابا بعمان للوالد والوالدة؟ أنا كمان مثل علي بعتذر من أهلي كلهم، من بيي، من أمي، من إخواتي. الله يخليكم لبعض. آمين. يلا بترجعوا سوا ان الله راضي. الله يخليك. إيه وسلمونا اهل الباعة كلهم. الله يخليك. يلا باي عليك. شكرا يا حبيبي. شكرا يا ابو. شكرا يا عيوني. تفضلوا من هون. تفضلوا من هون. خذ بيا. يلا ها. ايه نعم، هيدي قصة فينا نقول حلوة ومؤثرة، وانتهت هيك بحب وبتضامن وبجمع للعائلة وللأسرة. الله يوفقهم جميعا. وإلى قصة أخرى من برنامج المسامح كريم.